أول ما بيبدأ موسم المدارس يا نفكر في الشنطة يا في الكراسة يا في اللانش بوكس يا في الجداول. بس عمرك فكرت فكرة المدرسة دي نفسها جت منين؟ تخيل إن من آلاف السنين على أرض مصر كان في أول نظام تعليمي منظم في التاريخ. ده مش بس كده، ده المصريين القدماء كان عندهم حاجة أشبه بالمدارس، كان بيعلموا فيها الأطفال القراءة والكتابة والحساب وكمان الطب. تعالوا أحكي لكم سر يمكن أول مرة تسمعوه عن المدارس أيام المصريين القدماء. الحقيقة إن المصريين القدماء كانوا من أول الشعوب اللي اهتموا بالتعليم، وكان عندهم حاجة زي المدارس كده بيسموها بيت الحياة. المدارس دي كانت موجودة جنب المعابد، وكانوا بيدرسوا فيها الكتابة الهيروغليفية والحساب والدين. اللي كانوا بيدرسوهم هم أبناء الكهنة أو أولاد الطبقة العليا، لكن مع مرور الوقت التعليم بدأ يوصل للطبقات التانية. الطفل الصغير كان بيبدأ رحلته في التعليم في السن 7 تقريبا، وكان بيقعد بالساعات يتعلم ازاي يمسك القلم ويكتب على ورق البردية. المعلم كان ليه مكانة كبيرة جدا عند التلاميذ، لدرجة ان في نصوص أثرية منقوشة بتوصي وبتقول اتبع معلمك كما تتبع والدك. والجميل ان نفس المواد اللي كانوا بيدرسوها هي نفس المواد اللي بندرسها النهارده، زي القراءة والكتابة والحساب والفلك والجغرافيا وكمان الطب. يعني مصر من أول الدول اللي عرفت معنى كلمة مدرسة، وحولت العلم من مجرد خبرة بيتعلمها الإنسان من الحياة لشيء منظم ينتقل من جيل لجيل. يعني واحنا راجعين من المدرسة النهاردة ما نفتكرش ان الفكرة دي جديدة. أجدادنا المصريين القدماء كانوا من أول الناس اللي حولوا التعليم من خبرة عشوائية لعلم منظم. يعني المدرسة اللي انت رايحها النهاردة دي امتداد لحضارة عظيمة بدأت من آلاف السنين.